ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اكلة سهلة جدا وبسيطة، وكمان العشق للكل، يعني الكبار بيحبوها والصغيرين بيحبوها. هنعمل مع بعض الاندومي البيتي او بديل الاندومي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان بدون مواد حافظة. وبأمانة الطعم مش هتفرقوه عن بتاع بره، لكن طبعا انضف بكتير. انت عارفة انت حاطة فيه ايه وعارفة مكوناته ايه وعملتيه بايدك في البيت، يعني حاجة كده آمنة وصحية. شايفين منظر الاندومي؟ حاجة كده تحفة. يلا بينا نشوف هنعمل العظمة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. هنعمل اندومي، يعني هنعوز مكرونة. انا معايا هنا مكرونة سباكيتي، الكيس اللي هو مقداره بيبقى من حوالي 400 جرام لنص كيلو، 500 جرام. تمام، يعني المكونات دي كلها على مقدار الكيس الواحد. المقادير ظهرت قدامكم اهي. لازم تكون المكرونة اللي هي الرفيعة، ما تكونش العريضة عشان تديكي شكل الاندومي بتاع بره. بالنسبة للتوابل بتاعتي، معايا هنا نص معلقة صغيرة اسفة، ربع معلقة صغيرة كركم، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من كل من البصل البودر، الثوم البودر، البابريكا، السبع بهارات، وكمان الكمون. وممكن تضيفي كمان كزبرة ناشفة بس انا نسيت اضيفها. تمام. ومعايا مكعب مرقة خضار او فراخ، معايا معلقة ونص صغيرين من الملح، ومعايا فصين توم. ممكن تستغنى عن فصين التوم لو انت مش حباهم، بس بالامانة بيبقى طعمها رهيب في الاندومي. هنروح كده على النار، هنحط الحلة بتاعتنا. انا مالية نص الحلة مية، الحلة دي مقاس 24. طبعا المية على حسب ما انت حابة، كمية الشوربة قليلة او كتيرة. هضيف عليها كده معلقة من الزيت، وكمان هنضيف عليها كده رشة من الملح، يعني حوالي كده نص معلقة صغيرة. هنسيب المية هنا لما تغلي، وبعد المية ما تغلي معايا هننزل عليها بكيس المكرونة. انا المكرونه هنا سايباها صحيحه زي ما هي، لكن انت لو حابه تقسميها نصين او تقسميها ثلاثة زي ما انت حابه. طول الاندومي معاكي اعمليها، بس انا حبيت كده يكون الشكل زي ما هو، بحيث تبقى طويله زي بتاع بره. طبعا الميه اول ما بتغلي والمكرونه بتنزل فيها، المكرونه على طول بتنزل في الحله، ما بتاخدش وقت خالص. هنسيبها كده على النار، بس تقلبيها تقليبه عشان المكرونه ما تلزقش معاكي. وبعد كده هنسيبها على النار لغايه ما نحضر الطشه بتاعتنا. انا نقلتها على العين التانية، برضو العين التانية شغاله على الحله. تمام. هنحط الطاسه هنا، هنزل عليها بمعلقتين من الزيت بالشكل ده، وبعد كده هننزل عليها بفصين التوم. هنا التوم بيبقى حلو جدا في طعم الاندومي، لكن طبعا ناس كتيرة ما بتحطهوش وما بتحبهوش، بس جربيه وان شاء الله هتدعيلي. ولو حابة الطعم يكون احلى كمان بزيادة، اهرسي مع التوم كده نص قرن فلفل حامي، بيبقى فظيع. لكن طبعا انا عشان عاملاها الاطفال فاستغنيت خالص عن الشطة وعن الفلفل. انت هتضيف الشطة والفلفل زي ما انت حابة. نزلنا بكل المكونات التوابل بتاعتنا، وكمان نزلنا عليهم بمكعب المرقة، وهنقلبهم كده على النار، بس هديهم تشويحة. يعني كده يعتبر هحمص التوابل بتاعتي لغاية كده ريحتها ما تطلع معاكي. الحركة دي بتبقى حلوة جدا جدا في الاندومي، وبتفرق كمان في طعمه على لما اضيف المكونات كده والتوابل على المية على طول. لا، لما بتاخد تحميصة بيبقى طعمها احلى. خلاص، هنا جهزنا التتبيلة بتاعتنا. هنجيب الحلة بتاعت الاندومي، وبعد كده هننزل عليها بالطشة بتاعتنا اللي احنا حضرناها. بالأمانة ريحتها تحفة، يعني كده بتبقى ريحة عظمة. انا هنا سلقت المكرونه على طول في نفس الحله ونفس الميه استعملتها هي. لكن لو انت حابه تستغني عن النشا بتاع المكرونه على اساس يعني الدايت والرجيم وكده، فهتسلق المكرونه نص سلقه وهتغير الميه وهتضيفي ميه جديده، وبعد كده هتكملي تسويه المكرونه عادي بنفس الخطوات. لكن انا عملتها بنفس الميه لان الشوربه بتاعت المكرونه بيبقى طعمها حلو جدا. هنا غطينا الحلة، سيبناها لغاية ما استوت، يعني بالكتير خالص الأكلة دي من أول ما بتتعمل لغاية ما بتخلص 10 دقايق بالظبط، ما بتاخدش أكتر من كده. وخلاص الأندومي بيجي جاهز معانا، شايفين شكله؟ طبعا بالنسبة للتوابل زي ما قلتلك، حابة تزودي الكمية حابة تقلل الكمية، براحتك جدا زي ما انت عايزة. بس الكمية دي بتبقى حلوة جدا ومعقولة، والطعم كمان بيبقى مظبوط. بالأمانة حاجة خرافة، ما بتفرقهوش عن بتاع بره نهائي، غير بس الشكل. يعني هو الشكل اللي بيفرق، لكن طبعا الطعم بيبقى هو، والريحة بتبقى هي، والشوربة بتبقى حلوة جدا وكمان صحية. انت عارفة انت عاملة ايه، وعارفة انت حاطة في الأكلة دي ايه، وعيالك بياكلوا ايه. فجربيها وان شاء الله يدمنوها. حاجة كده خرافة. شايفين شكل الشوربة بتاعت الأندومي؟ بالأمانة تحفة.
يعني لو عملتيها مرة مش هتبطلي تعمليها على طول. شايفين؟ في اي وقت سهلة وسريعة، في اي وقت هتعمليها. لو محتارة تعملي لهم ايه اكل، لو جعانين ومش عارفة تعملي ايه وعايزة حاجة سريعة، اعمليها وان شاء الله تدعيلي. شايفين منظر الشوربة؟ بالامانة تحفة. لو انت عايزة تزودي بابريكا زودي، بس هي كده لونها بيبقى حلو جدا، وكمان الطعم بيبقى حلو جدا. شايفين شكل المكرونة؟ طبعا يعني غير ان هي اندومي، كمان اكلة مكرونة حلوة بطريقة سهلة وبسيطة. اعمليها وان شاء الله تدعيلي. انا بالنسبة ليا بالامانة انا ما بشتريش الاندومي بتاع بره ده نهائي لاولادي. احنا على طول بنعمل الاندومي بالطريقة دي، وهم خلاص اتعودوا على ان هو ده الاندومي. لان طبعا بتاع بره كلنا عارفين ان هو مش صحي وفيه مواد حافظة، فطبعا نستغنى عنها افضل. واعمليه انت بقى بالطريقة دي لاولادك وان شاء الله يعجبهم. وبس كده، دي كانت وصفة النهاردة، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. واللي ما عملش الاندومي بالطريقة دي قبل كده يعملوا. اشوفكم على خير. باي باي.